بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. قبل ما تدخلي وفسحك معايا بالله عليكي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الإشعارات الجديدة. طبعا المناظر الجميلة دي بلدي بقى العشق بقى. أنا كده النهاردة بقى إيه، خدت ولادي كده وحزمنا الشنط بقى وعندنا فرح بقى عقبالكم كلكم يا حبايب. وقلنا بقى ايه، نروح الفرح نقضي يومين هناك بقى، احنا اجازات دلوقتي، ونستمتع بالجو الجميل وعلى النيل الحلو ده بقى كده. قعدنا نصور لكم شويه واحنا ماشيين، وهنوريكم برضو ايه الاجواء في بيت اهلي بقى. بس مش هقدر اصور لكم عند الفرح لان بيبقى في ستات وفي ناس كتير بتبقى مش عايزه تتصور وكده، فمش هينفع اصور عندهم واحترم خصوصياتهم يعني. بس انا يعني ايه، بوريكم نظره عامه لروتيني في اليوم ده. يعني انا قمت من النوم، خدت ولادي ونزلنا اهو عشان نقضي الاجازه. مش عايزه اقول لكم ولادي بيبقوا فرحانين جدا وانا كمان لما بنروح هناك، وكنا زعلانين جدا ان احنا مش عارفين نقف عند النيل ونقعد في الممشى دوت ونتصور بقى ونتفرج ونستمتع بالنيل عشان الجو كان حر جدا في الوقت ده، فما عرفناش بقى ايه, نتصور. مشينا على طول كده. انا كنت رحت عند اهلي بقى. نمنا على فكره، وفي اليوم ده ما عملناش حاجه. انا رحت لقيت مرات اخويا عامله الاكل ربنا يديها الصحه. اتغدينا ورحنا حنه العروسه. وزي ما انتم شايفين ده تاني يوم، يعني ده تاني يوم بقى الفرح. قبل ما نروح الفرح قلنا نعمل اكله متينه كده للولاد. كنا بنغسل فراخ بقى وغسلنا دكر بط محترم كده. مامتي ربنا يديها الصحه كانت مربياه، س- طلعت لنا الاكل وقالت اعملوا الاكل مع نفسكم بقى. وانا ايه, انتوا عارفين بقى يعني التقاليد والعادات بتاعتنا ان الستات بقى بيروحوا يقعدوا في الافراح لو جه مثلا ضيف، جه حد كده. غير بقى يعني ايه اللي هما الستات الكبار يعني بيقعدوا مع بعض كده الشويه بتوع الصبح دول. احنا قلنا الشويه بتوع الصبح دول نعمل الاكل بقى ونغدي الولاد. كنت انا واخواتي بقى واخويا ومراته كلنا، يعني ما شاء الله عددنا كبير. قلنا بقى ايه، نوكل العيال الاول ونعمل اكل وبعدين نروح ايه بعد الظهر يعني العصر كده. وكمان حمينا الولاد ولبسوا هدوم نظيفه ومش عارفه ايه، ورحنا العصر كده قعدنا ايه, في الفرح. يعني هو فرح بنت عمي وعلى فكره ربنا يسعدها يا رب، كان فرح جميل والله وكانوا يومين حلوين جدا. جبت دكر البط ده، حطيت حبهان ومستكه وورق لورا، ودعكت بصلايه بملح وفلفل اسود كده وحطيتها في جوه. ولقيته كبير على الحله، صغير على الحله ما شاء الله. الحله كانت صغيره وهو كان كبير، فقعدت اضغط عشان ادخله مش عارفه، فرحت نقلاه في حله كبيره. قلت عشان يستوي براحته وما يبقاش ايه قاعد متضايق بقى. احنا بنحب نعمل البط بحاله. وحطيت برضو حبشتكناتي بقى، طماطم وبصل وكل الورق لورا وحبهان ومستكه كل حاجه. وسبته بقى ايه يغلي على النار كده، ومع نفسه اول ما يغلي هشيل الريمه بتاعته. وكمان كنت غسلت الفراخ، قلت يا بت ايه تبليها بقى بالمره كده. بصوا احنا كنا مقسمين بعض، احنا ما شاء الله 3 اخوات بنات ومرات اخويا معانا كمان. كل واحده غسلت الهدوم، واحده روقت البيت، واتنين دخلوا المطبخ يساعدوا بعض. انتوا فاهمين يعني قعدنا بقى ايه كل واحد يعمل حاجه، فانجزنا الصراحه. عملنا حاجات كتير في اليوم ده. بحط بصل وفلفل وطماطم، وبحط بابريكا، وبحط بهارات فراخ، وبحط ملح وفلفل اسود وحبة خل وليمونة. كل دي تتبيلة الفراخ. لو انت عايزة تعملي اي تزودي تنقصي حاجة براحتك. كل واحد التتبيلة دي اصلها انواع كتير قوي، بس التتبيلة دي انا اضمنها لك بصراحة. تتبيلة سريعة كده وبتطعم الفراخ بسرعة جدا من غير ما تاخد وقت لو انت مستعجلة زينا كده. انا صفيت الفراخ كويس قوي من المية وحطيت عليها التتبيلة، وايه هسيبها في التتبيله بس بتاع نص ساعه مش اكتر لاني ما عنديش وقت. وبعد كده هرصها في صينيه، يعني انا هشويها في صينيه. كنت مقطعه بقى ايه الفراخ، في اربع وفي 8. يعني كنت مقطعه فرخه 8 وفرخه اربع، علشان الولاد انتوا عارفين الصغيرين مش بياكلوا الربع يعني. وذكر البط هو لسه ما غلاش. وكنت بسلق شويه لوبيا كمان اهو في الحله دي علشان نعمل بردك لوبيا بالصلصة. بنعمل طبيخنا المصري العادي خالص. جبت بصلتين بقى كده كبار، قطعتهم بملح وقطعتهم ورشيت عليهم ملح وفلفل. البصل اللي تحت الفراخ ده بيبقى طعمه حلو جدا، ممكن تغمسيه بعيش، ممكن تاكليه زي ما يعجبك، بيبقى حلو جدا. برص الفراخ تحتيه كده بقى بيطعم من طعم الفراخ، وبيبقى جميل جدا، وبيخلي الفراخ ما تتلسعش من تحت ولا اي حاجه.
برصها واحط عليها التتبيله، هي هتستوي في تتبيلتها. طب بتسويها ازاي يا لولو؟ بسويها على عين البوتاجاز، ولما بتستوي وتدخل على سوا بحطها في الشوايه بقى تحت الشوايه، تاخد لون بقى ايه جميل، هتلاقوها في الاخر لونها حلو جدا. بصراحه الاكل كان جميل جدا، وكل اللي اكل منه بالف هنا وشفا شكر فيه جدا. طبعا احنا بقى بعيالنا بجوازنا انتوا فاهمين، عددنا ما شاء الله يعني 3 اسر وعيالهم ومامتي وبابايا، انه مفتوح يا رب بحسهم على طول كده ومجمعيننا في الخير يا رب. الواحدة على فكرة والله العظيم بتفرح جدا مهما تاكل وتطبخ وتعمل في بيتها، مش زي بيت اهلها، برضو بتبقى فرحانة كده ببيت اهلها، واي حاجة بتطبخها هناك بتبقى حلوة جدا. عملت بقى ايه الصلصة بتاعت اللوبيا، حمرت بصلاية وحطيت بقى الطماطم. كنت كمان اختي عملت صينية بطاطس ني في ني بسرعة كده، وقلت بقى يا بت فوقي واعملي لك ايه حبة قهوة بالمرة وانتي قاعدة بتشتغلي كده، لا تعبت قوي. وكنت بقى صدحت ساعتها، الكاميرا اتقلبت معلش مني، كانت بنتي بتصور ومش واخده بالها ان هي بتصور بالطول. مامتي ربنا يديها الصحه كانت مسيحانا بقى سمنه فلاحي قبل ما نروح، وقالت لي بقى اعملي بها الرز المعمر. فجبت بقى الطاجن الجميل ده، وجبت الحلتين الالمونيا اللي بيلمعوا الجمال دول. مامتي قالت لي انا بعمل فيهم الرز المعمر بيبقوا حلوين قوي وبيدخلوا الفرن من غير ايدين كده وحلوين. قلت لها خلاص انا هعمل فيهم واعمل في الطاجن. بدهنهم سمنه فلاحي من تحت، وبحط بقى الرز بتاعي، الرز ده مغسول ومنقوع شويه قد ساعه كده، وهحرصه بقى ايه في الحله، واحط لهم ملح وفلفل اسود. انا عملت الثلاث الحلتين دول والطاجن، وكمان عملنا حله رز عشان احنا زي ما قلت لكم عددنا كبير، عملنا حله رز كده ساده من غير مش رز عاديه يعني، مش رز معمر، علشان في فريق للاسف نفرين كده او 3 مش بياكلوا الرز المعمر للاسف. فايتهم حاجات كتير جدا اللي مش بياكلوا الرز المعمر ده يا جماعه. بعدين الرز المعمر الفلاحي بتاعنا ده ملوش حل. بلدكو ايه يا لولو؟ بلدنا رشيد، احنا مش فلاحين قوي برضو، الفلاحين على راسنا يعني من فوق اجدع ناس والله، بس احنا صيادين، احنا بلدنا بلد بحرية كده يعني فيها نيل وفيها بحر متوسط وكده. احنا بقى في اخر بلد في فرع النيل اسمها رشيد. طبعا الناس كلها اكترها عارف رشيد والفسح رشيد والنيل بقى وانتوا فاهمين، و يعني اكتر الناس عارفه رشيد مشهوره جدا بالاسماك والصيادين، يعني احنا ايه بحريين شويه. بس عندنا برضو عادات وتقاليد الفلاحين بصراحه، بنحب برضو ايه نعمل الاكلات الحلوه بتاعتنا دي، ونسيح سمنه في البيت ونربي بط ونربي فراخ انتوا فاهمين، وبنعمل برضو كل الحاجات اللي الفلاحين بتعملها. اجدع ناس والله العظيم، اجدع ناس. انا بحب بلدي جدا بصراحه، وعندي اعتزاز بيها رهيب، وبحس ان هي اكتر مكان برتاح ليه والله. كنت غاليه اللبن بقى كده، حطيت عليهم لبن بقى ايه بيغلي كده، وكنت حطيت الملح ساعتها، انا نسيت الفلفل الاسود على فكره، رجعت حطيته بره الكمان، وظبطت بقى اللبن بتاعي وحطيت له كل واحد نص كوبايه ميه صحيح. ليه بقى؟ لان الميه بتخلي الرز معايا حلو كده ومفلفل، حتى لو هتحطي له كله لبن لازم تحطي ربع كوبايه ميه او شوربه. جبت الملوخيه شهرزاد دي انا اول مره اجيبها، شوربه البط بقى لازم يتعمل عليها ملوخيه، فقلت اعمل فيها ملوخيه بقى مجمده عشان ما كانش عندنا وقت نقطف وكده. البطاطس طلعت من الفرن بصوا جميله جدا، احنا سويناها على عين البوتاجاز وبعد كده حمرناها تحت الشوايه. بعمل دلوقتي طشه الملوخيه بقى توم وكزبره وحته سمنه فلاحي من اللي لسه كانت متسيحه بتاعه الرز المعمر دي ملهاش حل. بصوا الملوخيه لما فكت ليها عرق وحلوه ازاي، بصراحه الملوخيه انا اتصدمت فيها طلعت جميله جدا، اللي هي شهرزاد دي. انا نادرا لما بجيب ملوخيه مجمده، بس بصراحه عجبتني، بطشها كده الله يا عيني يا عيني، والله مش عايزه اقول لكم الاكل كان تحفه بالهنا والشفا للي كل يعني، وبالهنا والشفا للي شاف برضه. اتفضلوا معايا يا حبايبي، والله كنا عاملين اكل كتير وكان جميل وزي الفل، واكل زي العسل. هي الملوخيه كانت خلصت كده، اختي بقى كانت طلعت تسوي الرز المعمر في الفرن الفلاحي بقى الجميل. مامتي عندها فرن بالغاز بس برضك عندها فرن فلاحي بتحبه، بتقولي رجعت اعمل فيه تاني عشان انابيب الغاز غليت جدا، وكمان علشان الفرن ده بيخلي الاكل طعم جدا. مش عايزه اقول لكم مهما تعملي في فرن البوتاجاز مش بيطلع زي الفرن العظمه ده، والله الرز المعمر كان تحفه.
بعد ما تشرب بقى بنحط له السمنه الفلاحي كده، وبنغرزه كده بالسكينه بالمعلقه علشان الرز كله يتشرب من السمنه، وهترجع تحطه في الفرن يتردد تاني. بصوا اللي في الحله بردك عامل وش وجميل ازاي، وطري بقى وقب كده ونفش بقى تحفه ومفلفل، كان جميل بصراحه. والسمنه دي مش عايزه اقول لكم، بصوا سمنه بيور اصلي على ابوها زي ما بيقولوا. نادرا لما بتجيبي سمنه من السوق بتبقى حلوه جدا، بتبقى حلوه زي دي كده، غير لما بتعمليها في البيت بصراحه بتبقى حلوه قوي. زي ما قلت لكم احنا بقى ايه 3 اخوات، وما شاء الله كل واحده فينا كانت بتعمل حاجه. فانا عملت الرز المعمر واديته لاختي ام عمر ربنا يديها الصحه. بصوا البرام ده حلو ازاي، طلعت بقى سويتهم في الفرن تحفه، عشان انا للاسف مش بعرف اولع الفرن الفلاحي ده اهو. بصوا والبطه كانت استوت بقى، حطيت لها كفر بقى صلصه وخل وليمون وشويه بهارات وكده، وطلعنا حمرناها. بصوا الفراخ اتحمرت بقت تحفه ازاي، بقت لونها جميل جدا وطعمها حلو قوي. والبطاطس برضو اهي اتحمرت وبقت جميله، والبطايه العظمه دي برضو اتحمرت وبقت حلوه جدا. ده كربط محترم يعني، تربيه بس بقى ملوش حل. والرز المعمر كان برضو اتشرب وبقى جميل جدا اهو. طلعناه كده. احنا بنرصص كل الاكل بقى في المطبخ كده، انا ما عرفتش بقى اصوره لكم هو بصراحه على الترابيزه بره، لان العدد كان كبير وكانوا مستعجلين وعايزين ياكلوا، وكنا ملخومين في الغرف وكده فما عرفتش. يا رب الفيديو يعجبكم، سلام عليكم.